السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نلاحظ في هذا الفيديو شخص رجع من العمل ويكلم الجوال أيوة. وبعدين زوجته قدمت له ممكن ماء، وبعدين نلاحظ الآن إيش بيشوف. أعطيته الشاحن، وهذه النقطة الخطيرة اللي بنتكلم عليها الحين. شوف الآن بيشبك الشاحن للكبس الكهربائي، وبعدين يشحن الجوال على طول. شوف لاحظ السريع، الآن الجوال اشتحن. أعطته طبعا زوجته الكمبيوتر المحمول، ممكن يكلم مندوب شركة، ممكن يكلم مؤسسة، ممكن يعني المهم مش عارف ايش ما نكلم، مو يهمنا ما نتكلم، بس المهم ان احنا نوصل المعلومة هذه للمشاهد الكريم. وشو الهدف من هذا الفيديو؟ طبعا هو الحين يتكلم بالجوال، والجوال موصل الشاحن ويبحث برضه في الكمبيوتر. شوف لاحظ الآن أخذ كاسة الموية بيشرب. هنا الخطر. شوف ركز. أيوة خلاص انتهت حياته. ما هي كلها شحنات كهربائية. جسم الإنسان يحتوي على شحنات كهربائية، وطبعا والشاحن موصل بالجوال، وهو يكلم الجوال. الحين زوجته تصحى، راحت ما فيش فايدة، خلاص انتهت حياته. فالنقطة الخطيرة في هذا الموضوع يعني أنك لما تكلم الجوال والشاحن يشحن الجوال بنفس الوقت، يعني احذر أنك تروح تشرب موية، لأنه جسم الإنسان يحتوي على شحنات كهربائية. فالشحنات الكهربائية هذه تتجاذب مع الشحنات الكهربائية الواردة من السلك الكهربائي، ومن ثم تقضي على حياة الإنسان ونحن لا ندري نتجاهل هذه المعلومة. أتمنى أن يفيد هذا الفيديو كل الناس، وشارك المقطع لكي يستفيد غيرك.